السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مطبخ مستر شي في يوم جديد وحلقة جديدة. لو انتوا أول مرة تشوفوا القناة متنسوش تشتركي في القناة، ويا ريت نهتم باللايك ده عشان بنشر فيديوهات. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل طريقة كنافة حلوة أوي وجديدة، يا رب تعجبكم. أنا هنا جايبة نص كيلو كنافة. قبل ما أعمل الكنافة نعمل الشربات الأول. الشربات عشان يطلع مظبوط معانا هي كوباية مية واحدة عليها 2 كوباية من السكر. ما نكترش يعني، ما نزودش المية. هي كوبايتين سكر وكوبايه واحده ميه، وهنحطهم على النار علشان خاطر بكون احنا خلصنا الكنافه تكون الشربات غلي وبرد. لازم تكون حاجه فيهم بارده. ارفعها على النار، وعندنا فص ليمونه. ما نكترش في الليمونه عشان ما تمررش. نسيبها لحد ما تغلي معانا. هنمسك بقى الكنافه زي ما انتم شايفين كده، هنقطعها خالص. عايزين نفرولها زي حبايات الرمل، يعني مش عايزين فيها حاجه سليمه خالص. هفتتها خالص وافرملها، اخليها كده فروته خالص. بعد كده عشان هو اصلا الفيديو مش محتاج ان احنا نطول فيه، بعد كده نرجع لبعض تاني. خلصنا اهو. خلاص يا جماعه، تقطيع الكنافه زي ما انتم شايفين كده. بصوا عامله ازاي. اسهل طريقه كنافه ممكن تعملوها في 10 دقايق في رمضان. هنعمل بقى الحشو بتاعنا، الكريمه بتاعتنا او القشطه. نحط طبعا مش هنكتر السكر فيها علشان احنا لسه هنسقي الكنافه بالشربات. تمام، يعني نص كوبايه كده اهوت من السكر او كوبايه الا ربع. تمام كده يا جماعه. وهنحط كمان 3 معالق من النشا. سعرها بسيطه. لو عندنا ممكن اي حشوات تانية ممكن نحشيها. نحط كده اهو 3 معالق. تمام كده. لو عندنا قشطه كمان ممكن نحط، ما عندناش قشطه ممكن نحطي كريمه الخفق، بيدي طعم حلو قوي في الحشو بتاع الكنافه. هي كوبايه لا حليب. تمام كده. وهنحط كمان كريمه الخفق بتاعتنا. انا ما عنديش قشطه فقلت استخدم عشان ده طعم حلو كده في الحشو بتاعنا. كوبايه بالظبط. فهي عشان عندي هي كانت موجوده، فعارفه هي بالظبط فيها كوبايه. تمام كده. ونرفعها على البوتاجاز. بعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. اهي الكريمه يا جماعه اللي شايفين كده. هنحط بقى عليها البنانه. ده احنا حاطين كوبايه حليب، 3 معالق من النشا، وحطينا كمان كوبايه من كريمه الخفق. بس كده. لو عندك قشطه حطي علبه قشطه او 3 معالق قشطه حسب كميه الكنافه اللي انت هتستخدمها. انا هستخدمها نص كيلو بس من الكنافه، يعني بس السمك بتاعها اللي احنا محتاجينه عشان الحشو بتاعنا. وبعد كده نكمل بقيه الوصفه. جبت هنا بقى يا جماعه معلقتين سمنه سيحتهم زي ما انتم شايفين كده. عايز تستخدمي زبده ماشي، سمنه ماشي، معلقتين بالظبط. وهنزلها على الكنافه بالطريقه دي كده. تمام. وكمان هنحط من الشربات 3 معالق من الشربات بتاعنا. بس كده الشربات اللي احنا عاملينها عشان الكنافه. اهم حاجه بقى نمسك بقى الكنافه كده بايدينا ونشرب الكنافه من السمنه والعسل او الشربات بتاع الكنافه. لازم نشربها خالص كده، نقطعها تاني عشان بصوا زي ما انتم شايفين كده تشرب كل العسل اللي انا حطاه وكل الزبده او السمنه اللي انا مسيحاها. عايزاها تبقى عامله زي حبيبات الرمل بالظبط. معلش انا مش هنلبسها كونش ولا حاجه، علشان بس احس ان هي شربت السمنه كويس معايا، علشان خاطر ما تفكش مني وانا بعملها. بستخدم ايديا. معلش يعني انتوا لو حابين بقى تلبسوا الكونش دي حاجه ترجع لكم انتوا. هي الطريقه دي وصفه سهله وبسيطه، بس انا يعني كنت اول مره اعملها، قلت اصورها معاكم في القناه بتاعتي. عشان لو حد شاف يقول لا دي قديمه ولا الكلام ده، انا بالنسبه لي اول مره احطها في القناه. فيعني انتوا لو دخلتوا في القناه بتاعتي مش هتلاقي الوصفه دي خالص محطوطه عندي. الحشو الطريقه دي ممكن تتحشي حادق وحلو. يعني لو في عندنا جبنه كيري او جبنه اسطنبولي اي حاجه زي كده ممكن تتحشي. ممكن تتحشي مكسرات بس، وممكن تتحشي كمان نوتيلا، اي حاجه احنا عايزينها. فانا هستخدم من القشطه، يعني الحاجه الموجوده عندنا بديل، يعني زي ما انا قلت لكم. بصوا لازم بقى امسكها كده تبقى عامله زي ما انتم شايفين كده، تمسك كده. خلاص خالص بقى واجهز الحشو ونرجع لبعض تاني. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده حطيت القشطه، وزي ما انتم شايفين كده اهوت اهي. وجبت الصينيه اللي انا هستخدم فيها، عملت واحده قبل التصوير زي ما انتم شايفين اهي. اي فنجان عندنا زي ما انتم شايفين ده فنجان الشاي، بس يكون يعني بوزه واسع زي ده كده عشان نعرف ان احنا نحشيه. تمام. هنحط بقى فيه كده اهوت حبه في الاول كده اهو في العقر او في القاع بتاع الفنجان. اهم حاجه ان احنا الاول
ندوس عليه كده جامد، وبعد كده نعمله حروف عشان لما نحط الحشو بتاعنا، اي نوع من الحشو، اذا كانت الكريم اللي احنا عاملينها او زي ما قلت لكم نوتيلا، اي حاجه انتوا حابينها او اي حاجه موجوده عندنا في البيت، وندوس عليها بالطريقه دي. شايفين اهي، نعملها حوارف كده اهوت علشان الحشو يخش جواها اهو. خلاص كده، واجيب بقى انا كده الحشو اللي انا عاملاه واحطه فيها اهو. عايزين بقى ايه نحط اي حاجه زي ما قلت لكم حطوا، وهنكمل تاني نغطي بقى ايه الكريمه اللي احنا عاملينها. حاجه سهله وبسيطه قوي، زي ما قلت لكم انا اول مره اعملها في القناه، عشان لو حد شافها ما يقولش ان هي ايه دي وصفه قديمه او شفناها قبل كده. انا اول بالنسبه لي اول مره اعملها في القناه. واضغط تاني كده بالطريقه دي اهي، ونحس ان هي عايزه تحشو تاني احط نص كيلو. ده يعني تقريبا 5 وحدات او 6 وحدات اهو. شايفين يا جماعه؟ واضغط كده بالراحه تاني اهو، ومنزله كده بايديا. شايفين عامله ازاي؟ واقوم حاطاها في الصينيه مع اختها. هنعمل تاني واحده كمان مع بعض، واحنا بنقلبها بس اهم حاجه نقلبها بالراحه علشان ما تنزلش مننا حاجه. واللي وقع مني ده كان من ايد انا. بالطريقه دي نعملها الحرف بتاعها اهو اهي كده، ونحط الحشو. انا طبعا حطيته في الطبق شويه وبعد كده دخلته جوه التلاجة عشان يبقى ايه بارد شويه وانا بستخدمها. واحط تاني. سهله وبسيطه قوي. خلص الكميه بتاعتي كلها، وبعد كده نشوفها بعد ما تطلع من الفرن. طبعا الفرن هنحطها في درجه حراره 180 على الرأس الاوسط، وبعد كده فوق وتحت. يعني سهله خالص زي الكنافه بتاعتنا عاديه اهي. اهم حاجه الفنجان اللي انتوا تستخدموا فيه يكون يبقى كده ما يبقاش عالي قوي علشان خاطر الحجم بتاع الكنافه ما يطلعش كتير. شايفينها؟ بتديني شكل القاع بتاع الفنجان بتاعي. هكمل بقيه الكميه اللي قدامي دي ونرجع لبعض تاني. اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين اهي، طلعتها من الفرن. نسقيها بقى بالشربات وهي سخنه. زي ما هي سخنه سيب الشربات. بسم الله ما شاء الله. طبعا معلش انا قلت ان هي هتكفي معايا اكتر من واحده، بس زي ما انتم شايفين كده كفت 4 بس. يعني نص كيلو كف 4 بس. ريحتها تحفه يا جماعه، جميله جدا. طبعا لازم الحاجه من الاثنين، لا الشربات هو اللي يبقى ساقع لا الكنافه. طبعا الكنافه لسه متعمل فرن، يبقى الشربات كان بارد بالنسبه لي. هنسقيها كده ونسيبها لحد ما تشرب العسل بتاعنا او الشربات، ونحطها بقى في طبق التقديم. جميله قوي، ريحتها جميله قوي يا جماعه بجد. زي ما قلت لكم الوصفه دي تنفع معاها حادق، اللي هي جبنه كيري، مش حادق اللي هو حادق يعني، او جبنه فيتا. فاهمين؟ زي القطايف بالظبط، منها دلوقتي حادق وفيها منها الحلو. خلاص كده اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، زي انت كمان بجوز الهند من فوق. حاجه سهله وبسيطه قوي وتغيير في الكنافه بتاعتنا. يا رب النهارده الفيديو يكون خفيف كده وحلو عليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.